أهلا بكم مشاهدينا. نسهل جولتنا الصحفية من ألمانيا مع صحيفة بيلد التي عنونت دفاع كارثي لبايرن والبافاريا تلقى الصفعات في الصين. وسردت الصحيفة كيف تلقى بايرن الخسارة الثانية في المواجهة الثانية في كأس الأبطال الدولية، والتي جاءت ثقيلة ب4 أهداف دون رد أمام ميلان الإيطالي، حيث كان دفاع فريق أنشيلوتي خارج نطاق الخدمة. لتعود الصحيفة وتنقل تصريح المدافع ماتس هوميلز الذي قال إن فريقه لم يكن موفقا في استغلال الفرص التي أتيحت له، متأسفا على تلقيهم أهدافا سهلة من الروسونيري. في مقابلة خاصة مع لا جازيتا ديلو سبورت، كشف مدافع ميلان الجديد ليوناردو بونوتشي عن حقيقة ما جرى وخروجه من يوفنتوس. وقال بونوتشي للصحيفة إنه سيشرح كل شيء حول ما كان يجري بينه واليوفي وأليجري وميلان، وكيف أدى ذلك إلى انتقاله إلى نادي اللومباردي في صفقة فاجأت أوساط الكرة في إيطاليا. وتحدث المدافع الإيطالي عن الفترة الأخيرة مع السيدة العجوز والمدرب أليجري قائلا: كي أقدم 100% من طاقتي علي أن أشعر بأنني مهم وأن أبدي رأيي مع الفريق. هذا طبيعي، أنا إنسان واضح فيما أقول ولا أتحدث بغير الحقيقة. لقد تعرضت للإهانة وتمت معاقبتي لذلك، وللجماهير التي تنتظرني بصافرات الاستهجان أقول إنه من حقي أن أغضب أيضا. مجد محمد عنوان بارز في صحيفة ذا صن البريطانية بعدما قاد محمد صلاح ليفربول إلى التتويج بلقب كأس الدوري الإنجليزي في آسيا. في التفاصيل كتبت ذا صن: قاد المصري محمد صلاح والبرازيلي كوتينيو فريق ليفربول إلى لقب كأس الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي ب2-1 على الرغم من تقدم ليستر مبكرا بهدف سام سيماني. الصحيفة أضافت: مبكرا أيضا أدرك صلاح التعادل موقعا هدفه الثاني مع ليفربول في 3 مباريات. وقبل نهاية الشوط الأول أثبت كوتينيو لماذا تتهافت عليه الأندية ومنها برشلونة بعدما أحرز هدف الفوز. إلى فرنسا الآن مع صحيفة ليكيب التي عنونت: باردي يحافظ على مكانه في منصة التتويج وفروم يلامس اللقب الرابع. الصحيفة كتبت أن فروم استفاد من أدائه في مرحلة ضد الساعة، مستمرا في فرض سيطرته على طواف فرنسا قبل المرحلة الأخيرة منه. الدراج البريطاني تمكن من توسيع الفارق مع ملاحقيه ليصبح تتويجه بلقبه الرابع في فرنسا شبه مضمون. الختام سيكون مع صحيفة الشرق القطرية التي عنونت: اجتماعات عربوية تشعل الإعداد للموسم الجديد. الشرق كتبت: حرص قيس اليعقوبي المدير الفني للعربي على عقد اجتماع مع اللاعبين خلال الأسبوع الأول من فترة الإعداد للموسم الجديد، وركز على الاستراتيجية التي سيتبعها مع الفريق وشدد على أهمية بذل الجهد. أضافت الصحيفة: تواجد مجلس إدارة النادي برئاسة خليفة بن حمد بن جابر الثاني وجاسم محمد الكواري نائب رئيس النادي في التدريبات والاجتماع باللاعبين جاء من أجل التأكيد على مساندة الفريق والوقوف إلى جواره. نقطة ختام فقرة الصحافة، عودة من جديد إلى آسيا.